السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نناقشوا الموضوع القديم الجديد، ألا وهو واش اللاعب المحلي ما عندوش مكانة في المنتخب الوطني المغربي. هذا الموضوع تقريبا ماشي موضوع جديد وماشي موضوع قديم وقديم جدا. تقريبا من بدينا كنستعنوا باللاعبين التكوين ديالهم اوروبي، اللاعبين ذوي الجنسيه المزدوجه، الخريجي ديال المراكز التكوين الاوروبيه. هذا الموضوع نقدر نقول بانه اصبح متجاوز، خصوصا مع تقريبا الطفره اللي ولات كديرها اكاديميه محمد السادس في التكوين، اللي ولات كتنتج واحد اللاعب اللي عنده مستوى ديال التكوين جيد كيلعب في اوروبا. ولكن مازال واحد النقطه اللي مهمه وحساسه، وهي اللاعب المحلي اللي مكون في الانديه المحليه. فراه بكل امانه كنت كنتمنى من وليد الركراكي انه يستدعي على الاقل 3 عناصر من الجيش، من الوداد، من من الرجاء، بعيدا على صراحه على الحراس وعلى حتى حركاس لهذا المركز، خصوصا ديال الدفاع، اللي موضوع تقريبا موضوع اخر دويت عليه في عدد من الحلقات. الموضوع شائك وان شاء الله غنديروا عليه حلقات وحلقات ان شاء الله، اللي هو مركز ديال عمق الدفاع. هذا المركز اللي كيأرق لا المدرب ولا حتى الجمهور. انا كندوي على اللاعبين في مركز الوسط، الهجوم، حتى الأظهرة. بكل أمانة كنت كنتمنى ماشي غير في هذا التوقف الدولي، وإنما منذ السنة الفارطة أنه يتم استدعاء على الأقل مثلا حريمات لكي يؤدي صراحة لا الموسم الفارط ولا هذا الموسم، كيؤدي مستويات مقبولة ومقبولة جدا ليتم المناداة عليه للمنتخب الوطني المغربي. كذلك لاعب زحزوح اللي كيجاورو في الجيش الملكي، جناح مميز. علاش لا ما تعطيش فرصة؟ علاش لا بانك ترسل رسائل بان اللاعب المحلي عنده مكانة في المنتخب، وربما انه يزيد اتطور. غادي تقول لي بان كاين واحد المشكل، ومشكل كبير، بان تقريبا نقدر نقول لك بان الاستدعاء لا بالعمري ولا كذلك حركاس اي لاعب كيتم المنادات عليه من البطوله الوطنيه كتلاحظ عليه واحد الدروب في المستوى، واحد التراجع غير مفهوم. وهنا كتسائل العقليه والنفسيه ديال اللاعب المحلي. صراحه ما كنقدش نفهمها، علاش اللاعب المحلي ما كيقدش يطور راسو، وانه يفرض راسو، يفرض على المدرب وليد الركراكي انه يستدعيه في جميع التوقفات او في جميع المحطات الدوليه. بكل امانه كذلك كنت كنتمنى يعطي الفرصه لوليد الكارتي، هذا اللاعب اللي مميز في المركز ديال 8. هذا المركز كذلك عندنا فيه مشكل، ومشكل كبير. فراه ما يمكنش نعتمدوا فقط على امراض في الاسترجاع. عندك مثلا لاعب بحال وليد الكارتي، نقدر نقول لك بانه نسخه مشابهه للاملاح في كاس العالم. واحد اللاعب اللي عنده عطاء بدني، عنده رؤيه، وكذلك نقدر نقول بانه لاعب صلب وعنده كذلك تسديدات وخبره في الملاعب الافريقيه. لاعب كنت كنتمنى انه تعطاه فرصه، ولكن للاسف جميع المدربين اللي دربوا قبل وليد الركراكي كنظن بانه هذا الشاب ما خداش الفرصه ديالو، ولو انه اخذ فرصه حقيقيه فراه كان غيأدي بواحد الشكل اللي مميز. للاسف مازال واحد النوع من نقدر نقول بانه الحيف، ولكن نقد نعتبره مبرر، ونقد نعتبره كذلك رسائل رسائل سلبيه، ان المدرب كيعطي رسائل سلبيه. عكسه مثلا لو انه استدعى اللاعبين ديال البطوله، استدعى مثلا 3 او لا 4 على الاقل في اللائحه الموسعه، فراه غتعطي واحد الرسائل ايجابيه بان اللاعب المحلي عنده مكانته في المنتخب. فقط خصو يبذل واحد المجهود
فقط انه يحافظ على واحد الخط، واحد المستوى من الثبات في الاداء كل اسبوع. فراه ما يمكنش مثلا بعض اللاعبين اللي يقدموا تقريبا اسبوع مميز، من بعدها واحد 3 اسابيع في الدروب. عندنا امثله كثيره وكثيره جدا. كذلك من بركان، علاش لا لاعب مثلا بحال البحري، وسط ميدان تقريبا كنعتبره احد احسن وسط ميدان في البطوله. لما لا مثلا يعني يتعيط على مدافع البوفتيني اللي خريج هذه البطوله، ويقدر مثلا يعالج لك مجموعه من المشاكل في الدفاع. فللاسف كنظن بان مازال ما كنثيقوش 100% في اللاعب المحلي. كنظن ان الحل هو ان اللاعب المحلي ربما انه يطور المستويات ديالو، ربما كذلك انه يقدم مستويات ثابته. هذا الشيء عندنا في حلقه اليوم. شكرا والى اللقاء.